في حاجات في الدارك ويب ما ينفعش تتقال، صفحات ما ينفعش تتفتح، وسيرفرات ما ينفعش حتى تقرب منها. بس انا عملت كده وبدون قصد، فتحت باب عمره ما كان مقفول، وفعليا حياتي اتقسمت لقبل وبعد الكود رقم 88. انا اكس ودي كوابيس اكس. انا مش اول مره ادخل دارك ويب، لا بالعكس، انا داخل بقالي سنين. اول مره دخلت فيها كانت بهزار، بدور على مواقع اسلحه، شويه هاكات، حاجات من اللي اي مراهق بيقعد يتمنى يشوفها. بس الموضوع تطور، بقيت بحس ان في حاجه بتناديني. كل لما اغمض عيني كنت بشوف نفس الارقام دي كانت 88 بشكل كتير. في الاول افتكرت دماغي بتلعب بيا، بس كل لما افتح متصفح تور الارقام دي كانت بتظهر في اللوجو في اللينكات. كنت فاكرها صدفة، بس بعدين جالي ايميل من حد انا معرفوش، من يوزر اسمه ميرور 88، وكان مكتوب فيه سطر واحد بس: لو بتدور على الحقيقة ادخل على اللينك ده، بس ما تقولش لحد. اللينك كان مشبوه، موقع كله اسود في اسود وما فيهوش اي حاجه غير مربع كده بيطلب كود. حطيت اي تكست كده بس ما فتحش، لكن لما كتبت 88 الشاشه اتهزت وظهرت صفحه جديده كانت باينه زي ما تكون قديمه، ومكتوب فوق بخط احمر: مرحبا بك في الغرفه رقم 88، اللي يدخل مفيش رجوع. ضحكت وقلت ده شغل مراهقين، بس في حاجه جوايا قالت لي كمل، هيحصل ايه يعني؟ الغريب ان الصفحة ما كانش فيها حاجة ملموسة غير فيديو واحد بس، وعنوانه: التضحية الأولى تمت، انت اللي جاي. ومن غير ما افكر زي اللهبل قمت رحت دوست. الفيديو بدأ عادي، بس المكان كان غريب. أوضة فاضية، أرضية سودة، كاميرا ثابتة. قدام الكاميرا في شخص واقف ووشه مش باين، وكان بيهمهم بكلام غريب، لا عربي ولا انجليزي، حاجة كده أقرب للتعويذات. أنا حسيت إني مش مرتاح، ومرة واحدة كده قلبي اتقبض. بس فجأة الكاميرا قربت على وشه، وكان وشي أنا. قفلت الفيديو على طول وقلت أكيد في حاجة غلط، يمكن ديب فيك، يمكن تهيؤات، ويمكن. بس بعدها ب3 دقايق الكهرباء قطعت في الشقة كلها، والكمبيوتر ما اتطفاش. عارف يعني ايه الكهرباء تقطع والكمبيوتر يفضل شغال؟ من اللحظة دي بدأت حاجات غريبة تحصل. كنت كل يوم اصحى الاقي حاجة في اوضتي اتغيرت مكانها او اتحركت وانا متأكد اني ما لمستهاش. الموبايل يرن وارد لكن ما لاقيش صوت. كنت بحس بصوت خربشة، كأن في حد بيكتب حاجة على ورقة قديمة وبيهمس جنب ودني. وفي يوم كنت نايم وصحيت فجأة على صوت خطوات بطيئة جاية من الصالة. قمت افتش لقيت باب الشقة مفتوح والهوا بيدخل جامد، وبمجرد ما قربت من الباب اتقفل لوحده جامد كأن حد رزعه. قلت لنفسي لأ، أنا بتوهم، يمكن ضغط شغل أو قلة نوم. بس اللي شفته تاني يوم خلاني أتأكد إني مش بتخيل. صحيت من النوم تاني يوم وأنا حاسس بحرق في ظهري. رحت أبص في المراية ولقيت علامة غريبة محفورة على كتفي، مش جرح، لأ، دي كأنها محفورة حفر وبتولع نار. صورت العلامة وبعتها لواحد صاحبي كان شغال في الدارك ويب والكتب القديمة. بعد ساعة كلمني وهو مرعوب وقال لي: انت دخلت في حاجة اسمها اتفاق غير مرئي، ودي علامات استدعاء، لا وشم ولا لعنة عادية، دي تعويذ سحر دموي بتتفعل لما تلمس حاجة مقدسة في الدارك ويب زي كود 88. من هنا بدأت أفقد السيطرة. كل لما امسك اللابتوب الاقي ملفات جديده بتفتح لوحدها. وفي يوم لقيت نوت باد مفتوح وفيه جمل مكتوبه بالعربي بخط مش خطي وبلغه مش بتاعتي. كل ما امسح الكلام يرجع تاني، وبدات اشوف نفس الجمل على الحيطان، على الازاز، حتى بخار الشاي كان بيرسم نفس العلامه اللي على ظهري. وبعدين جات لي مكالمه من رقم غريب مش موجوده على الكوكب اصلا، ولما رديت سمعت صوتي انا، كأن انا اللي بكلم نفسي. والصوت كان بيقول لي: ما تقفلش،
انت كده كده مش لوحدك. وقبل ما اقفل الصوت بقى اغمق وقال اللي عملته اتسجل ودمك مش ليك لوحدك دلوقتي. رحت كلمت واحد من الهاكرز القدام اللي كنت بتعامل معاهم زمان، حكيت له على كل حاجة. قال لي جملة واحدة: كود 88 ده مش موقع، دي شبكة موجودة من أيام الحرب الباردة، كانت بتستخدم في تجارب عقلية وطقوس تحول الإنسان لحامل اللعنة. أنت دلوقتي مش بتتعامل مع موقع، أنت بتتعامل مع عهد، ولو ما كملتش هتشيل كل تبعاته لوحدك، بس لو كملته يمكن تخرج، يمكن. وفي الساعة 3 الفجر والكمبيوتر شغال لوحده، وفي رسالة ظهرت من ميرور 88 وكان مكتوب فيها: عايز تنهي كل ده؟ في ملف أخير لازم تفتحه، بس ما تقولش لحد. هتسمع اسمك وتشوف آخر لحظة ليك قبل ما تحصل. ومن ساعتها وأنا بفكر أفتح الملف. لو شفت الفيديو ده اعمل له شير، عشان في غيري دلوقتي بيدور على كود 88 ومش عارف إن هو بيدور على نهايته بإيده. أنا حكيت لك حكايتي قبل ما تختفي. السؤال هنا بقى، أنت لو كنت مكاني كنت هتفتح الملف؟ سيب لي رأيك في الكومنتات. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك، وقول لي برضو لو عندك أفكار نتكلم فيها أو مصايب حصلت لك أنت شخصيا وحابب إننا نحكيها لإخواتنا. فمش هطول عليك أكتر من كده، ونتقابل في المصيبة الجاية. أنا إكس ودي كوابيس إكس.